ابنك في كي جي 1 او رايح كي جي 1، تعالي يا ماما يقولك على شويه حاجات مهمه جدا لازم تعرفيها قبل ما ابنك يدخل المدرسه. اول حاجه لازم تعرفي ان المناهج اتغيرت من كام سنه وما عادتش مقتصره زي زمان عن ان الطفل يدخل كي جي 1 وياخد لسه بدايات الكتابه والقرايه في الحروف، سواء عربي او انجليش او ماث. يعني مطلوب منك مجهود كبير قوي قبل ما يدخل المدرسه، ان انتي هتاسسيه في الحاجات الاساسيه سواء بدايات القرايه والكتابه قبل ما يدخل كي جي 1. هتقولي لي هعمل ده ازاي؟ يا اما عن طريق ان هو ينزل حضانة من سن 3 سنين ونص او 4 سنين، هما بيتعاملوا في تأسيس الاطفال في السن ده، او انتي هتشتغلي معاه في البيت، هتبذلي مجهود كبير انا عارفة، بس للأسف لو ما عملتيش كده مستواه مش هيبقى احسن حاجة. هتقولي لي المفروض ان هو داخل المدرسه لسه واول سنه في كي جي 1، المفروض هم يعلموه في المدرسه ازاي يكتب، ازاي يفرق ما بين الحروف والارقام، ازاي يتعرف عليهم يحفظهم. هقولك لا، للاسف كي جي 1 ما عادش دورها ان هي تعلم بدايات القرايه والكتابه، وده بقى دور الحضانه او دور الام في البيت، او ان هي ممكن تلجأ للاسف للدرس في سن صغير، ودي حاجه انا مش بحبها قوي، بس للاسف بيبقى فيه ناس مضطرين. اللي عنده اي استفسار بخصوص تأسيس الاطفال في بدايتهم من قبل ما يدخلوا كي جي 1 يتفضل يكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليه.